لو انت من الناس اللي بتحب تعرف كل حاجة وتدخل جوه التفاصيل وتسمع القصص للآخر حتى لو كانت غريبة ومش مفهومة، فانت في المكان الصح. القصة دي مش قصة عادية، ولا هتسمعها من حد قبل كده. يمكن تكون حلم، ويمكن تكون حقيقة، ويمكن تكون حاجة بينهم، بس الأكيد إنها هتخليك تفكر كتير قبل ما تاخد أي خطوة غريبة في حياتك. كان في ولد اسمه سليم، عايش في حارة قديمة جدا، مليانة بيوت متهالكة وناس بسيطة، والكل بيصحى مع الفجر ويرجع ينام قبل نص الليل. والحارة دي كان فيها سر كبير محدش بيتكلم عنه، بس الكل بيخاف منه. سر موجود في بيت مهجور في آخر الحارة، بيت لونه رمادي، ودايما الشبابيك مقفولة والباب مسدي، ومفيش حد بيعدي قدامه إلا لما يسمي بالله ويشد في نفسه ويمشي بسرعة. واللي حصل إن سليم من وهو صغير كان بيعدي قدام البيت ده كل يوم وهو رايح المدرسة، وكان كل مرة يحس إن في حد بيبص عليه من الشباك اللي في الدور التاني، بس لما يبص ما يلاقيش حاجة، ويفضل قلبه يدق جامد، بس يرجع يكمل طريقه على طول. لحد ما في يوم كان راجع من المدرسة متأخر، والدنيا بتمطر، والشارع فاضي والجو برد، والمطر نازل بغزارة، وفجأة لقى باب البيت المهجور مفتوح، والضوء طالع من جوه. مش ضوء كهرباء، لأ، ضوء كأنه جاي من نار، بس من غير ما يكون في نار حقيقية. سليم واقف قدام الباب وقلبه بيخبط بعنف، بس فضوله كان أقوى من خوفه ودخل. أول ما دخل الباب قفل لوحده، وسمع صوت خطوات جاية من فوق خفيفة وبطيئة، ومفيش حد بيظهر. سليم بدأ يتحرك في المكان، والبيت من جوه كان شكله مختلف تماما، مش متهالك ولا قديم، كان كأنه قصر كبير مليان مرايات على الحيطان، وسجاد فخم، وأرضية بتلمع، ومفيش تراب خالص. وبدأ يسمع صوت حد بينادي عليه باسمه بصوت ناعم، وبيقول له: تعالى، ما تخافش، أنا مستنيك من زمان. سليم كان مشلول مش قادر يتحرك، بس رجله بتاخده ناحية السلم اللي بيطلع للدور التاني. طلع السلم وهو بيترعش، وكل خطوة بيحس إنها بتسحبه، مش هو اللي بيمشي. لحد ما وصل لباب في آخر الطرقة، فتح الباب ودخل، لقى أوضة كلها نور، وفي وسط الأوضة كان في طفل صغير قاعد على الأرض، ووشه شبه وشه بالظبط، كأنه بيبص في مراية. والطفل ده قال له: أنت اتأخرت أوي، كنت مستنيك من سنين. سليم قال له: أنت مين؟ رد وقال له: أنا أنت بس، أنا اللي ضاع منك وأنت نسيتني، أنا خوفك وأنا شجاعتك وأنا حكايتك اللي دفنتها زمان. سليم حس بدوخة، وكل حاجة حواليني بدأت تلف، ووقع على الأرض. ولما فاق لقى نفسه في الحارة تاني، بس كل حاجة فيها مختلفة. الناس مش عارفاه، أمه مش بترد عليه، صحابه بيكسلونه باستغراب. دخل بيته لقى واحد تاني عايش فيه، ولما بص في المراية لقى شكله متغير، مش هو، شكله أكبر. كل اللي حواليه بينادوه بالاسم ده، ولما سألهم هو إزاي جه هنا، محدش فكر حتى يسأله أنت بتقول إيه، وكأنه عايش معاهم من زمان. وسليم وقتها فهم الحقيقة المرة، إن البيت ده ما كانش بيت، ولا الشباك كان شباك، ولا الطفل كان طفل. البيت كان بوابة، والبوابة فتحت على قد قلبه، ولما دخل كان لازم يسيب حاجة وراه، وساب اسمه، وساب ذكرياته، وساب حياته، وساب كل حاجة كان يعرفها، والباقي راح للأبد. بس اللي ما كانش عارفه إن في حد تاني بعده هيمر بنفس اللي هو مر بيه، والبوابة هتفضل تفتح وتاخد كل اللي بيدور على حاجة مش موجودة أصلاً.